السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الحنين الجميل. وحلقة اليوم هي استكمال الحلقة السابقة، وهي حلقة اللي كنا بنتكلم فيها عن استخدام الأولاد للموبايلات والتليفونات والآيبادات. استكمالا لهذه الحلقة، اتكلمنا إن الموبايلات بتقلل من تركيز الأطفال وبتشتتهم وبتخليهم مش مركزين في اللي هما بيعملوه. وكلنا تقريبا بنعاني من نفس المشكلة ديت مع كل الأولاد، خاصة اللي في سن يمكن من ستة ل13 15 سنة. عندهم نفس الموضوع ونفس عدم التركيز. ف... واحنا قلنا هنعمل ايه، هنقلل من الساعات اللي هما بيقعدوا بيها على الموبايل والتليفونات، علشان نحافظ عليهم ونقدر ان احنا نقنن الموضوع ما يبقاش كبير، وفي بنفس الوقت ان هم يقدروا يركزوا علشان خاطر مذاكرتهم، وعشان يبقوا عارفين ايه الحاجات اللي بيعملوها بتركيز، الاوردر اللي بيطلب منه، مذاكرته، صلاته، حياته بشكل عام. لو تفتكروا زمان كان ما كانش فيه تليفونات ولا كان فيه اللي احنا فيه دلوقتي ده. كان لما كنا بنروح كنا بنقعد نستمتع بالقعدة مع الجد مع الجدة مع الأب مع الأم مع الإخوات مع العمام مع الخلان. طيب دلوقتي بقى الموبايل هو المسيطر الوحيد في أي جلسة عائلية أو أي جلسة أسرية. طيب أنا دلوقتي عايزة أحد منه، وراح أزور حد من قرايبي وحد من حبايبي وحد من معارفي، برضو بنقعد احنا حتى الكبار بنقعد برضو ماسكين الموبايلات في ايدينا. طيب ما تدي نفسك فرصة وسيب التليفون على جنب دلوقتي، واستمتع بالقعدة اللي انت قاعدها مع الناس اللي انت رايح لهم او اللي هم جايين لك. لكن بتلاقي الطرفين كل واحد قاعد في حاله وماسك التليفون، ومفيش اصلا مفيش حوار داير، يعني مفيش حد بيتكلم في حاجة. طب ما احنا جايين ليه؟ احنا متجمعين ليه؟ علشان ناكل ونشرب وبس؟ طب لو كان على الاكل والشرب ما كل واحد بياكل ويشرب في بيته خلاص. الهدف من الجامعة ديت بتكون ان كل واحد يطمن على التاني، ان كل واحد يعني نقعد نتسلى في الوقت، نقعد نستمتع بيه، نقعد. يا جماعة الحاجات اللي هتعملوها دلوقتي بعد يعني مش هتلاقوا فرصة تاني تعملوها. اعملوا دلوقتي الذكريات لولادكم، واعملوا دلوقتي الوقت الحلو تقعدوه معاهم. اعملوا دلوقتي، دلوقتي هو الوقت المناسب. بعد كده خلاص مفيش وقت ولا في عمر. يعني انتوا بتتكلموا في حاجات اساسا، يعني خلاص مفيش وقت ان انا اضيعه على موبايل، ولا وقت انا اضيعه على شاشات، ولا وقت اضيعه في النم، ولا وقت اضيعه في اي حاجة من الحاجات اللي احنا كلنا فاهمينها. مفيش وقت. في نفس الوقت انا دلوقتي عايزة اقلل من الاضاءة ديت، واقلل من الحاجات اللي عمالة تخش دماغي، واقلل من الحاجات اللي عمالة توجع عيوني ومأثرة عليا صحيا. فانا لما اجي اتجمع مع حد اشيل الموبايلات. الخروجات واحنا خارجينها مع اولادنا في العربيه اشيل منهم الموبايل. راح الحديقه، طب انت رايح الحديقه دلوقتي بتاخد الموبايل معاك ليه؟ يعني حاولوا على قد ما تقدروا ترجعوا كل الحاجات اللي كنا بنعملها زمان. لما تفتكروها، لما كنا نروح نقعد مع حبايبنا واهالينا، ما كنش بنمسك الموبايل ونقعد نتكلم في التليفون مع حد، او نقعد نلعب، او نقعد نشيت، او نقعد نتصفح الصفحات. لا، سيب الموبايل على جنب. لما كنا برضو بنطلع نروح اي مكان بره، ما فيش موبايلات. حاولوا على قد ما تقدروا ما تطلعوش بموبايلات. يعني الكبير مثلا الاب والام ماشي عشان دي ضروره، بس طول ما انت قاعد بره ما تمسكش الموبايل. خلي وقتك لولادك، خلي وقتك ليكي ولجوزك ولولادك. ما تخلوش الموبايل هو العنصر الوحيد اللي مسيطر على القعده دي والليله دي. واكل منكم وقت كتير، واكل منكم لحظات حلوه ياما. يعني خلوه هو بس اللي هو يلقط اللحظات الحلوه، صوره، فيديو، رسالة عليه بس. لكن مش طول الوقت قاعدين عليه مضيعين وقتنا عليه، وولادنا ضايعين معانا عليه برضو، علشان خاطر قاعدين ساعات طويلة واحنا بنريح دماغنا. فخد يا ابني يلا امسك التليفون واعمل اللي انت عايزه عشان اريح دماغي بقى، ما هو دوشني طول النهار. مش هينفع، مش هينفع. بعد كده هتشتكوا العيال عندها لا مبالاة، العيال متنحة، العيال مفيش تركيز، العيال مش شتتة، العيال ما بتسمعش كلام. امنعوا وشوفوا بعد كده. وعلى فكرة
الاثر الايجابي بتاعه لما تشيل الموبايل، الاثر الايجابي بتاعه بتلاحظيه في فتره قصيره، مش هتقعدي كتير عشان تلاقي النتيجه. فابدأي دلوقتي قنني موضوع الموبايلات. حاولي وانت خارجه عند اي حد او في العربيه او في مكان، طول ما هو قاعد خلاص، طالما ده مش وقت اللي انت سامحه فيه ان هو يمسك التليفون، ما ياخدهوش. وحتى لو هو وقت اليوم اللي هو مسموح له فيه، ما برضه ما ياخدهوش. الوقت ده بيكون وقت للخروجه، وقت للعب بحاجه تانية. ما احنا هنعوض بقى اللعب بألعاب بقى، المكعبات تطلع، العرايس والدباديب تطلع، العربيات اللي مركونة تطلع، كل الحاجات الألعاب بتاعتهم دي، المسدسات، العوامات، الحاجات اللي احنا راميينها وناسيينها. خلي الولاد يعني يطلعوا فيها طاقتهم، ينزل يلعب على السلم، يتنطط، يلعب، يتحرك، وعينك عليه. وفي نفس الوقت لو في جنينة قدام البيت او حاجة، اطلعوا العبوا فيها وعينك عليه. مش انا اسيبه برضو ماسكه الموبايل لا، يبقى انا عملت ايه؟ يبقى عيني عليه عشان فجأة مش هتلاقيه. يا اما يعني بصي، طول ما احنا شغالين نفسنا بالتليفون وولادنا شايفيننا هيقلدونا، وطول ما احنا حطينا هدف قدامنا ان انا لا لازم اقنن ولازم ابعد التليفون ده عن ابني او بنتي علشان اقدر ان انا اخليهم حاجة كويسة بعد كده، واحافظ عليهم صحيا ونفسيا وعقليا، يبقى انت اللي لازم تبدأي وتعملي خطة. والاب نفس الحكاية، الاب برضو بيجي من بره تعبان، مش عايز يعمل حاجة، مش عايز يسمع صوت، فبرضو بيروح مطلع همه في الموبايل. فانت الاب امتى هتتجمعوا كأسرة مع بعض؟ امتى هتقعد مع مراتك وولادك؟ امتى ولادك هيشبعوا منك؟ امتى هيشوفوا حنيتك؟ امتى هيشوفوا حوارك معاهم؟ امتى هتحل لهم مشاكلهم؟ امتى؟ يعني والام نفس الحكايه، امتى هتاخدي بالك منهم؟ امتى كل اولوياتك هتبقى جوزك وولادك وولادك؟ وانت امتى هيبقى اولوياتك مراتك وولادك؟ امتى؟ ما بنفوقش ونصحى الا لما بنلاقي كارثه. يبقى ربنا عمال يبعت لنا في انذارات 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 من ناس حوالينا، واحنا لا، احنا بعيد، ما لا مش ما يخصناش. لا، ما هي بتدور، هي دايره يعني عجله كده وبتدور، وكل واحد بيبقى ايه، ليه دور كده. فنحافظ على اللي معانا والامانه اللي ربنا عطاها لنا، علشان خاطر ربنا يكرمنا فيهم ونشوفهم احسن الناس، ونلاقي البذره اللي احنا يعني زرعناها دي نحصدها ثمار جيده، يعني تفرح عينينا وترضي بها ربنا. بس فيعني ان شاء الله تكون الحلقه مفيده ليكم، وان شاء الله يكون كلام كلنا نستفيد بيه. ويعني اتمنى من الله عز وجل ان احنا ناخده حتى بعين الاعتبار. والله هتفرق معاكم كتير جدا، جربوا مش هتخسروا حاجة. مفيش حاجة يعني اهم واحسن من ولادك، وانت مفيش احسن من زوجك وولادك، وانت مفيش احسن من ولادك وزوجتك. هما دول يعني ده استثمارك، استثمر فيهم عشان تلاقي بعدين في حياتك وفي مماتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.